حكيم، هنيئا لك بهذا الفوز والوصول إلى نهائي الإف اي كاب لأول مرة وأنت تلعب لتشيلسي. أعتقد أنه شعور رائع والجميع سعيد لأننا قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول. أما الشوط الثاني فكانت هناك بعض الصعوبات وأعتقد أننا سجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. أيضا كنت تسعى لتسجيل الهدف، هل آمنت بحظوظك لتسجيل هذا الهدف؟ بكل تأكيد يجب أن تشعر بشعور خاص أنك ستسجل، وأعتقد أن التيم كان جيدا ومرر في الفراغ، وأعتقد أنها كانت توزيعة رائعة وسهل الأمور لتسجيل الهدف. هذا هو الهدف الخامس، ربما كان موسما صعبا بالنسبة لك، وهل تعتقد أننا في بداية ظهور جيد لك؟ لا زلت لدي العمل الكثير وهناك وقت طويل، وبكل تأكيد الآن بين الأربعة الكبار وتأهلتم إلى نصف نهائي دوري الأبطال. هل هو موسم جيد لتشيلسي؟ نعم، ما زلنا نقاتل في كل البطولات، وأعتقد أن كل المنافسات مفتوحة. إن لك مرة أخرى بهذا الفوز. استمعنا إذن لحكيم زياش صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة، نجم تشيلسي والمنتخب المغربي، أشاد بتمريرة تيمو فيرنر. وهنا نقطة، من يتابع كرة القدم الألمانية لسنوات سيلاحظ أن اللاعب الألماني بشكل عام أكثر تكاملا من الكثير من المدارس الأخرى، وقدرة المهاجم على صناعة الأهداف موجودة في معظم المهاجمين الألمان. كابتن محمد، يعني هو عنده إمكانيات كبيرة يا محمد، عنده حس التمركز كويس، عنده السرعة، إنما ما ينقص تيمو فيرنر في المباريات الانهاء واللمسه الاولى لما الكره بتجيله عاوز يستلمها مثلا من وان تاتش. انما في المساحات هو ذكي في عمليه التمركز، وايضا ذكي في عمليه التمريره كعكس عادته في بعض الاحيان من المباريات السابقه. فالنهارده السرعات الموجوده ممكن يشتغل عليها توخل، أو خاصه في التحولات السريعه او الهجمات المرتده السريعه، وعنده امكانيات مميزه. زياش عانى في صعوبه في بدايه الموسم من الاصابه مبكرة، وبعد كده تغيير المدرب. انما النهارده في اللحظات الحاسمه او الحسم تلاقيه موجود، لانه عنده لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، عنده شخصيه مميزه، صانع لعب من افضل صناع اللعب، في عمليه التكمله ورا المهاجم، في ذكاء، في الفينش. اعتقد تسجيله هدف النهارده دي خطوه مهمه، وايضا تسجيله ضد اتلتيكو مدريد في دوري الابطال، فكلها حاجات مميزه بالنسبه لزياش اللي لقى صعوبه في بدايه الموسم على عمليه التاقلم والاصابات الموجوده في بدايه الموسم وتغيير المدرب. انما النهارده تحس ان هو من العناصر الاساسيه وخد ثقه توخل في المباريات الاخيره بالنسبه لتشيلسي. طبعا الآن نستمع للسيد توماس توخل مدرب فريق تشيلسي، السعيد أكيد بتأهل فريقه إلى نصف النهائي. توماس، قلت قبل المباراة أنك متحمس للعب لأول مرة هنا في ويمبلي، هل ستأتي إلى هنا في نهائي هذه المسابقة أيضا؟ بكل تأكيد أعتقد أنه كان أداء قويا، وأنا سعيد جدا وفخور باللاعبين. لعبنا 35 دقيقة رائعة في الشوط الأول، وكان علينا أن نعاني، وأيضا كانت هناك عانينا أمام كرات سهلة، وبعد ذلك لعبنا نصف ساعة واستحقينا أن نقود في النتيجة. وبكل تأكيد في آخر 15 دقيقة عانينا كثيرا، لأنهم خاطروا كثيرا وضغطوا علينا كثيرا بعدد كبير من اللاعبين في الهجوم وأرهقنا. أعتقد أنه أداء قوي، وأنا سعيد جدا من أجل فريقي وفخور جدا بالأداء الذي قدموه اليوم. وبكل تأكيد لنؤكد على هذه المنافسة أيضا وصلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وأيضا السباق نحو المراكز العليا في الدوري، وأخذنا هذه الفرصة في أعلى المستويات لنجد أنفسنا ونقيم أنفسنا، وفعلنا ذلك، وأعتقد أنها كانت مباراة جيدة. استمعنا لتوخل، الأكيد أنه غير أمور كثيرة منذ أن جاء لفريق تشيلسي، واستطاع أن يخرج بمجموعة كان يحسد عليها لامبارد وتشيلسي في بداية الموسم، لأنه تقريبا الفريق الوحيد على مستوى أوروبا الذي استطاع ضخ أموال كبيرة والتعاقد مع لاعبين، استفادة من فترة سابقة كان الفريق ممنوع فيها من التوقيع. جاء توخيل يستخلص أفضل ما لدى هذه المجموعة ويحيي بعض اللاعبين صح التعبير، لأن لامبارد لم يعطي فرصة لبعض اللاعبين، الكثير من اللاعبين وجدوا فرصة مع توخيل. هو أكيد لكل مدرب فلسفة، لا ننسى أن توخيل كان محظوظ حقيقة، اليوم أقيل
من باريس سان جيرمان، ثم لم يمكث طويلا وجد عقد في بريمير ليج تشيلسي الذي قام بالانفاق اكثر من 4 مليار، انتدابات، استغل كذلك عمل لامبارد عمل بشكل جيد ثم لم يوفق في بعض النتائج. ونعلم أن أبراموفيتش لا يعطي فرصة كاملة أو الصبر لا يصبر طويلا مع المدربين، فتم اعتقالته واستخدام توخل. الحقيقة ليس سهل أن تعمل في فريق وأن تغير فلسفته وتغير نوعا ما طريقة اللعب، بالرغم أن الفريق سابقا مع كونتي كان يلعب بهذه الطريقة ولعب فترة ما حتى مع لامبارد بطريقة 3، لكن لم يستمر على فترة طويلة. على كل حال يعتبر نجاح لهذا المدرب منذ بدايته، خسارة وحيدة مع وست بروم ب5 وكان منقوص العدد، والخسارة قادمة لا محالة لأنه أي مدرب سيخسر أكيد. يعتبر في الدوري نجاح، في الشامبيونز ليج وصول الدور النهائي، ثم الآن دور نصف النهائي، وكذلك اليوم النهائي في الإف إي كاب، يعتبر نجاح إلى غاية الآن لهذا المدرب وتحدي جديد، وأكيد أنه ينتظره عمل في المستقبل مع هذا الفريق، لأنه هذا لا يشفع له إذا لا يحقق ألقاب مع فريق تشيلسي. وهذا ما قد ينطبق على غوارديولا الذي خسر واحدة من بطولات 4 كانت متاحة قبل مباراة اليوم. نستمع لغوارديولا متحدثا بعد خروج السيتي من نصف النهائي. هذه الهزيمة التالية في نصف نهائي الإف إي كاب. قدمنا آخر ربع ساعة جيد في الشوط الأول وعانينا كثيرا لجد أنفسنا على أرضية الملعب، ونهنئ تشيلسي. كانت مباراة متكافئة وكان بإمكان أي من الفريقين أن يفوز. لماذا عانيت لإيجاد هذه الفراغات؟ نصل إلى هذه المراكز في أحيانا، ولكننا لم نخلق الفرص خاصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل، ولكننا استقبلنا هذا الهدف بعكس مجريات المباراة. وفي بعض الأحيان يجب علينا أن نتحرك مع بيرنر، هؤلاء اللاعبين السريعين في هذه المراكز. استقبلنا الهدف، ولكن كانت ردة الفعل جيدة، وبكل تأكيد كان بإمكاننا أن نحتفظ أكثر على الكرة وأن نمرر الكرة وأن نجذب الخصم إلى الأمام، ولكن الفريق دافع ب8 لاعبين ولم نتمكن من اختراق خطوطهم. هذه هي النوعية من المباريات، دائما متكافئة وصعبة. لقد ذكرت أن تشيلسي كانت لديه سرعة كبيرة. هل عانيتم؟ ربما كانت هناك في بعض الكرات بإمكان ذلك أن يفعل، ولكننا إجماليا سيطرنا وتحكمنا جيدا، وأيضا لديهم تياغو سيلفا، ولكننا سيطرنا بشكل جيد. ليس في أول 10 أو 15 دقيقة كانوا جيدين، وبعد ذلك كنا جيدين وكنا أفضل وضغطنا أكثر في الشوط الثاني، ولكن لم نخلق الفرص الكافية، ولكننا وصلنا أكثر. الأشياء السلبية هي إصابة دي بروين. ما هي مدى هذه الإصابة؟ لا أدري الآن، لا أعتقد أنها إصابة خفيفة، هو يعاني من بعض الآلام وسنرى ذلك بعد الفحوصات غدا.